لان يوم ما يحصل تغيير هو مش هيشيل الاربعه، هو هيزود. يعني ده كده كده اساسي عندك. طيب لو حصل تغيير هنعرف امتى في شهر 8 باذن الله اللي احنا داخلين عليه ده. احنا عندنا كده كده 4 ازمنه، عندنا زمن اسمه ايه بالعربي؟ مضارع. عندنا 2 مضارع عشان تبقوا فاهمين اهو، وعندنا 2 مين برضو؟ ماضي. مضارع ايه اللي عندنا بقى؟ مضارع اسمه مضارع ايه بالعربي؟ بسيط. ومضارع ايه؟ مستمر. وماضي بسيط وماضي ايه؟ مستمر. الشطاره بقى انت طول فتره المعادله بتختار الجمله اللي ماشيه مع ايه؟ الكلمه، مش الجمله، الكلمه اللي ماشيه مع زمن الجمله اللي فيها. يعني لما يجي لك السؤال ده مثلا يعني يجي لك يقول لك علي نقط هيز انكل افري داي، ونفس الجمله هغير حاجه واحده بس، كلمه واحده في الجمله. علي المفروض تقول لنفسك الكلمه دي مش هتعمل حاجه في الجمله يعني. his uncle last day. دلوقتي انا عندي كام جمله يا شباب ويا بنات؟ عندي كام جمله؟ 2. الجملتين في فرق فيهم في المعنى؟ طيب هنتكلم بالراحه اهو. مين ده يا شباب؟ علي نقط. هكتب لك الاختيارات اهو. الاختيارات هي نفس القصه برضو. visit، هي visits، هي visited. اول ما تلمح ان الاختيارات قريبه من بعض بس اختلاف مش كلمات، حروف، اعرف ان انت بتحل قاعده اسمها قاعده ايه، او انت شغال على سؤال بتعلق بايه؟ بالايه يا جماعه؟ بالازمنه. ليه؟ انت عندك مين ده؟ الفعل بيبقى ليه شكل. هو احنا قلنا المره اللي فاتت واللي قبلها كمان قلت ان الفعل بيبقى ليه كام شكل؟ صح، تمام. ساعات بيكون الفعل بيكون شكله اخره حرف ايه؟ ساعات بيكون اخره حرفين ايه؟ ساعات بيكون اخره 3 ايه؟ وساعات مش اخره حاجه بنسميه الفعل في المصدر. مش ده اللي اخدناه طول الفتره الاخيره دي؟ طيب بص يا سيدي، احنا عندنا دي الاضافات اللي عندنا في اللغه الانجليزيه. اي فعل بيكون اضافته ده، وساعات ما بيكونش فيه اضافه، بيكون فعل في الايه؟ انا ما اتكلمش على هاز او هاف او ام او اذا او ار او اي حاجه بتتحط قبل الفعل، انا بتكلم على الفعل نفسه. طيب احنا دلوقتي عندنا كام زمن هندرسه ان شاء الله في المعادله؟ احنا ممكن نقول الاربع ازمنه دول في محاضره، بس هيسقط منك حاجات، فاحنا بندي كل محاضره لزمن، كل محاضره لزمن، كل محاضره لزمن. مرتبطين ببعض يا مستر؟ لا مش مرتبطين ببعض. كل زمن او كل، زي ما انا بقعد اقول دايما، كل شيخ وليه طريقه، كل زمن وليه استخدامه وليه تكوينه وليه شكل الفعل بتاعه. بس المشكله في حاجه، ان انت لازم تاخد الاربعه عشان انت لما يجي لك سؤال في الامتحان عرفت منين ان ده زمن ايه؟ مضارع ايه؟ ما ممكن ايه؟ ما ممكن ايه؟ ممكن ماضي ايه؟ مستمر. لان هو لو مضارع ايه يبقى الفعل بيبقى ليه شكلين. لو هو مضارع ايه يا جماعه؟ بسيط، الفعل بيبقى ليه كام شكل؟ شكلين. ولو هو مضارع ايه؟ مستمر، ليه برضه نفس القصه والله. لا مش شكلين، ليه 3 اشكال. لما نيجي ده علينا في المنهج، ولما نيجي نقوله الماضي البسيط ليه شكلين، والماضي المستمر ليه شكلين. بص يا سيدي، كل زمن وليه شكل. شكل الايه يا جماعه؟ احنا بنشتغل على الازمنه على مين؟ على مين اهو؟ على مين؟ على الفعل. فعل يعني ايه بالانجليزي؟ فيرب. طب واضح ان انت تقريبا هتعيد اللي انت قلته المره اللي فاتت، عشان خاطر الاول مره، وعشان خاطر يبقى انا اقدر امشي بالترتيب، عشان في امتحان اتبعت. مش انا بعت امتحان اول ما اتبعتلكوش ولا لا؟ امتحان على المضارع البسيط اونلاين مبعوت، انا بعته من المره اللي فاتت اول ما خلصت والله. طب تمام ماشي، هشوف لان النهارده هبعت امتحان اونلاين على اللي اقوله النهارده. المضارع البسيط ده اللي خدناه المره اللي فاتت، يا اللي اول مره ركز معايا بقى، ويا اللي تاني مره افتكر بس معايا برضو. هو زمن المضارع البسيط اعرف امتى ان الجمله دي بزمن مضارع بسيط. نكمل الاختيارات هنا برضو الاول. فيزيت، فيزيتس، فيزيتد. اول ما تلمح ان الاختيارات قريبين من بعض وفي اضافات كده، كل كلمه على اضافه مختلفه عن الثانيه بس شبيهه لبعض، فيزيت، فيزيتد، فيزيتنج كده مثلا، او اي حاجه، اعرف انت بتحل سؤال ايه. طب لو مش قريبين من بعض يا مثلا، يعني لو ده سؤال ودي الاختيارات اللي بتعرفك انت مطلوب منك ايه دايما. ما انا فرحتي انا قادر اترجم الجمله اللي فوق، بس انا مش فاهم هو الاختيارات عايز مني ايه. فانا بقول لك لو لقيتهم شبيه من بعض يبقى ازمنه، انما لو لقيت مثلا اهو فيزيت بس مكتوب لك هنا ستادي، مكتوب لك هنا جو، حد شبه التاني، يبقى ده مطلوب منك تكون بتعرف تحفظ كلمات عشان تعرف تترجم، عشان تعرف تحل الجمله اللي فوق. هو بيجي لي اسئله في الامتحان يا مستر ترجمه، يعني انا مثلا كان معايا الامتحان بتاعكم اول مره امسكه من ساعه ما خلصنا امتحان، انا بتكلم عن امتحان السنه اللي فاتت، اول مره امسك الورقه من امبارح، من سنه ما فتحتش الامتحان السنه اللي فاتت. فاول مره ليه بقى؟ عشان انا ناوي بقى احط امتحانات كلها
في ملزمه صغيره ونحلها مع بعض. امتحانات انهي سنه بقى؟ السنه اللي فاتت كلها. فبمسك امتحان من امتحانات السنه اللي فاتت، الصفحه الاولانيه كانت 5 صفحات، امتحان انجليزي كان كام صفحه؟ 5 صفحات. كام سؤال؟ ده السنه اللي فاتت كام سؤال؟ 50. اول صفحه كلها مالهاش علاقه بايه؟ ازمنه. من اول التاني لحد الخامس كل الاسئله ايه بقى؟ ازمنه. عديت بالظبط 38 سؤال بتوع مين؟ وكام سؤال بره الازمنه؟ 12. والله العظيم اقسم بالله عمال اقول جوه من جوايا كده، والله الطالب لو كان شاطر جدا جدا وحل الازمنه كلها، لان هي قاعده المعادله السنه كان كلها ازمنه وحاجات بسيطه جنبها، لو كان حل ايه؟ ال 38 سؤال بالظبط كان نجح في ماده الانجليزي. طب وال 12 طز، لان الماده من كام قلنا يا جماعه؟ 50. من 50. الساعه كام؟ طيب مش هدخل حد بعديها بقى تاني يا جماعه. كام سؤال؟ انا عارف كام سؤال؟ 50. النجاح من كام؟ 25؟ لا 30. إيه قلت لك اكتر من مره، اعمل حسابك ان حط نفسك في المضمون. يعني ان شاء الله انت على فكره بتتعرف، انت بيتعرف انت نجحت او سقطت بعد ما تخلص الامتحان على طول. بيتعرف انت نجحت ولا سقطت بعد الامتحان مباشره. ازاي؟ بتراجع مع المدرس بتاعك، هو كده كده عارف ان انت يا بابا لو جبت النص يبقى انت زي ما بتقول ايه، ولا عارفين هنعمل ايه، دخلت ولا ما دخلتش. النص دي بالظبط ما نعرفش حاجه، لان الجامعه لها حسابات. انما انا بقول دايما اطلع اعلى من النص بشويه. نص ال 50 25 يبقى 30. لو جالك زي امتحان الرياضه، والله ما متذكر مش عايز افتي، امتحان الرياضه تقريبا السنه اللي فاتت كان تقريبا كام؟ 30 سؤال؟ مش عارف 30 سؤال 25؟ خلاص 25 سؤال يبقى النص يا مستر 12 ونص. اولا ما فيش حاجه اسمها نص يعني، بس انا بقى بقول طالما 12 ونص يبقى انت تحل لي كام سؤال صح عشان تبقى في الامان. فانت دايما حط نفسك في الامان. فانا بقول لك 38 سؤال ازمنه، يا سلام لو كنت حليت يا سيدي 35 32 30 نجحت. فانا بقول لك ان انت متوقف او موقف دنيتك كلها ان انا ما بعرفش اترجم في اسئله بتتحل من غير ترجمه، اللي هو اسئله الايه؟ في جمل في زمن معين هو الوحيد اللي بيتحل بالترجمه. زمن معين اللي هو ايه؟ معلش حاضر. الزمن المعين اللي هو ايه؟ عشان لما تيجي لوقته، وده انا سايبه لاخر محاضره في الازمنه عشان هو بصراحه محتاج ترجمه. زمن مين ده؟ ما بيتحلش، هو نص اقدر احله، يعني لو في سؤال لو جالي اقدر احله عادي جدا من غير ما اترجم. انما في سؤال لو جالي لازم تترجم، ده الوحيد اللي نصه ترجمه ونصه عادي. انما الباقي والله العظيم ما محتاج تترجم حاجه، تقدر تحل من غير ترجمه. زي مين ده بقى اللي خدناه المره اللي فاتت؟ عايزين شكل الايه؟ هو الفعل اللي كام شكل؟ ساعات ايه؟ يعني اس اخره اس، ساعات اخره ايه؟ اس. ما تقولش اس الجامعه ودخل الدنيا ببعض، اس وخلاص، دي مش اس الجامعه. المهم ساعات اخره حرف الايه؟ ساعات اخره ايه؟ ايه. ساعات مش اخره دول يا مستر بنسميه الفعل بدون اضافات اللي هو الفعل في المصدر. المضارع البسيط واخد 2 من دول. قال لك امتى اقول اولا اللي ده مضارع بسيط؟ انا اللي هسيب الاثنين اللي انا بتكلم فيهم النهارده هسيبهم قدامي. مين الاثنين اللي هتكلم فيهم النهارده؟ ابعدهم عن بعض كده. احنا خدنا المره اللي فاتت مين؟ وانا هعمل لك ده عشان مش همسح السبوره، عشان برضو تصور، لان انت بتحب يكون اللي كان قدامك ده متصور، الحاجه اللي انا شرحتها متصوره عشان تبقى فاهم اكتر. يعني احنا هنحطهم قدام بعض. احنا عندنا زمانين اسمهم مضارع بسيط وماضي بسيط. الزمانين عاملين ازاي بقى؟ هنحطهم مع بعض. انت قلت لهم يا مستر قبل كده، ده واضح ان دي المره هتكون المره الكام يا جماعه؟ انا متاكد الثالثه. اقول في زمن مين؟ مضارع بسيط، وكده كفايه. بس انا قصد اقوله النهارده عشان خاطر ان انا هريحك النهارده. هعمل ايه وانا بقول لك الزمن؟ هديك الزمن الجديد جنبها على طول عشان تفرق بين الاثنين بسرعه. اول حاجه الزمن اللي خدناه المره اللي فاتت اسمه المضارع البسيط. اتعب انا دلوقتي احسن ما انا اتعب بعدين. ليه؟ اصل بعدين مش هيبقى عندي مجهود ولا صحه اساسا، لان خلاص هتكون الدنيا دخلت في المعمعه خلاص. فانا اتعب دلوقتي. لو انت خدت حاجه ما خدتهاش اعيدها تاني، حاجه مش عارف اعيدها تاني عشان قدام مش عارف اعمل حاجه. فافهم على قد ما تقدر دلوقتي. بص يا سيدي، اسمه ايه بالعربي؟ اسمه بالانجليزي بريزنت سيمبل. اسمه ايه؟ عارف نص المحاضره هتكون ممله اللي حضر قبل كده والنص التاني مش ممل. طب ما حلو قوي عشان تبقى عارف الاثنين. ماضي بسيط اسمه بالانجليزي باست سيمبل. اسمه يا جماعه باست سيمبل. ماشي. هنعلم المضارع البسيط بحرف كده نكتبه فوق هتفهم معناه بعدين. حرف ايه ده؟ الماضي البسيط هنعلمه بحرفين اللي هم حرفين ايه؟ اي دي. يبقى بنعلم المضارع البسيط بحرف الايه؟ الاس. وبنعلم الماضي البسيط بحرفين ايه؟ اي دي. ماشي.
بيقول لك عايز تقول ايه بقى يا مستر؟ انا سالتك في الاول خالص هو انا اعرف منين الجمله دي في زمن مضارع بسيط ولا ماضي بسيط؟ قال لك تعرف بحاجه اسمها الكلمات الداله او تترجم او ايه؟ تترجم. يعني ايه تترجم؟ يعني اقرا الجمله شوف هي في زمن ايه؟ ماضي ولا مضارع. وده صعب على معظمنا تقريبا ان انا اقرا الجمله واترجمها، مش هعرف. ما هو الشخص اصلا اللي قادر يقرا الجمله ويترجمها مش عايز مدرس يشرحه. خش امتحن انت هتحل. طالما قادر تترجم مش عايز مدرس يشرح لك. فانا بقول لك اهو انت مش قادر مثلا تترجم يبقى انت هتضطر تحفظ الكلمات الايه. ومش بقول لك هتضطر ان الموضوع صعب، ده هم سهلين جدا. بقول لك لو لقيت كلمه من اللي انا اكتبهم دول يبقى ده ايه؟ لو لقيت كلمه ده يبقى ده ايه؟ بس طبعا لما بتلاقي الكلمه الداله لازم تخش على ايه اللي بيجيب الاجابه. على ايه على طول؟ ايه تكوين ده؟ تكوين الفعل. ما هو الفعل كان ليه كام شكل كاتبه فوق؟ ساعات اس. لا انا مسحتهم مش مهم بقى. قول لي بقى الاربعه. ساعات اس اي دي اي ان جي وبدون اللي هو فعل في الايه. فاحنا بنشتغل بقى هنا على ده. طب بعد ده يا مستر هتشرح لي ايه؟ ازاي تقدر تكون لي ايه في اللغه الانجليزيه؟ سؤال كل زمن. كل زمن له تكوين سؤال. والسؤال لازم يكون ايه بالعربي؟ سهله جدا. اخر حاجه بقى اللي بنطول فيها شويه، مش بنطول كوقت، لا هي يعني ايه؟ هي ما بتاخدش وقت والله، هي سهله. حاجه اسمها السؤال اسمه بنسميه السؤال ايه بالعربي؟ المزيل. الاربع حاجات دول فهمتهم يبقى انت كده في الزمانين تمام. ايا كان هيجي لك ايه تمام فعلا. بس بيقول لك ايه بقى قبل ما نيجي نشرح، احنا خلاص دخلنا على المهم. بيقول لك في حاجه مهمه قوي 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 عندي في اللغه الانجليزيه يا جماعه. في حاجه اسمها auxiliary، نطقها تقيل شويه، verbs. يعني ايه الاوكسيلري فيربس؟ بنسميها الافعال المساعده او الهيلبنج فيربس. يعني ايه هيلبنج فيرب؟ يعني افعال مساعده. الافعال المساعده في اللغه الانجليزيه لازم تحفظهم. هم عندي كتير بس بص على اللي انا كاتبهم دول. اقرا ده واقرا ده وكمان ده واخر واحد. معلش دول اسمهم افعال ايه؟ مساعده. مين هم؟ دو داز وديد ويل. هنستعملهم في كل ماده وكل قاعده نشرح فيها كل حاجه. هم مين الافعال المساعده؟ دو داز وديد ويل. مالهم يا مس؟ بقول لك انت اقعد بقى يا عيني بقى. المستر عمال يشرح ده عمال يشرح ده، يشرح الماضي المستمر، يشرح المضارع المستمر. انت لو لمحت دول قبل النقط دايما بيجي وراهم دايما الفعل في الايه؟ في المصدر. يعني انا لسه ما بداتش اي حاجه، انا بقول لك اهو. يعني انت لو جالك دلوقتي سؤال يقول لك رقم 3 يقول لك ايه؟ يقول لك ديد ايمان نقط ذا ريبورتس يسترداي. عايز ايه؟ عايزك تختار برنت. يعني ايه برنت؟ حد عارف؟ يطبع. برنتس يطبع، برنتد، اي حاجه. اعمل ايه يا مستر بقى؟ قال لك يلا حدد زمن الجمله. قال لك بص بقى على اللي انا هقوله لك ده. انت عشان تحل الازمنه انت بتعمل 3 خطوات. اول خطوه هي اهم خطوه. بص قبل النقط الاول. ابص فين يا جماعه؟ قبل النقط. ليه قبل النقط يا مستر؟ عشان تشوف في عندك حاجه من دول ولا لا. يعني انا ببص عشان خاطر دول بقى انا بسميهم اسم تاني جوه الجامعه. انت مش هتلحق تفتكر كلمه افعال مساعده، مش هتلحق تفتكر الكلام ده. دول بنسميهم اسم كده حتى مش هتنساه. دول بنسميهم افعال بلطجيه. مفيش حاجه اسمها افعال بلطجيه في اللغه الانجليزيه، بس احنا بنحاول نجيب اسم انت ممكن بسبب ان هو غريب عليك تعرف بقى جوه اللجنه في الرهبه اللي بتحصل لك جوه تعرف ده بنعمل بيه ايه. دول اسمهم ايه بقى بعد كده؟ انسى كلمه افعال ايه؟ افتكرهم ايه؟ ليه بلطجيه؟ عشان حراميه. مالهم يعني؟ انت سميتهم الاسم ده ليه يا مستر؟ عشان دول ما بيقبلوش ان الفعل يجي وراه اضافات. دايما بيجي وراهم دايما الفعل في الايه بقى؟ او اكتب لك هنا الفعل في المصدر. ليه يا مستر؟ عشان هفترض مثلا يعني ان انا دلوقتي ايمان رحت مختار كلمه برنتد مثلا. هتبص بس قبل النقط، مش في بلطجي؟ البلطجي ما بيقبلش الفعل يجي فيه اضافات. امال ايه؟ حرامي بيسرق منه الاضافه. يعني هيسرق منه ايه؟ الاي دي. طب افرض غلطت واخترت كلمه برنتس، ده حرامي هيسرق منه ايه؟ افرض برنتنج حرامي هيسرق منه ايه؟ اي ان جي. عشان كده انا بقول لك افتكر ان دايما ان البلطجي حرامي بيجي وراه الفعل بدون اي اضافات. طيب خلاص يا مستر بصيت بس قبل النقط وما لقيتش اصلا زي ده، ما لقيتش بلطجي. ده بلطجي؟ مين هم البلطجيه؟ دو وداز وديد ويل. يبقى بقى عادي بقى حدد ايه؟ رقم 2 اهو. اشتغل عادي. حدد بقى زمن الجمله. خش على الخطوه الثانيه. انا بحدد زمن الجمله ازاي؟ قال لك بحاجه اسمها الكلمات الداله او ترجم لو انت شاطر. ورقم 3 اخر حاجه بقى قال لك افتكر مين؟
التكوين، قال لك التكوين يا بابا، والتكوين عندي بقى تعالى بقى نشتغل عليه. يبقى انا اول حاجه بص قبل ايه؟ النقط. لو في حاجه خلاص يا سيدي اختار الفعل في المصدر. طب لو مفيش، قال لك طب لو مفيش اعمل ايه؟ قال لك بقى بص بقى يا سيدي على تحديد زمن الجمله بالكلمات الايه؟ الداله. كلمات داله بالانجليزي اسمها كي ووردز. يعني ايه كي؟ كي الكي اللي بفتح بيه باب الشقه، مفتاح، ما شاء الله. كي ووردز يعني ايه؟ الكلمات الايه؟ يعني ايه المفتاح دي؟ بيقول لك مفتاح حل الزمن نفسه، هو قصده على كده. تعالى بقى الكلمات الداله بتاعت المضارع البسيط. بص يا بابا هكتب لهم لك، هم 5. اقرا كده معايا معلش، بس سمعني صوتك. اقرا دي بقى عندي. اوفن. التي مالها هنا سايلنت. طب اقرا لي اللي جايه دي. سم في 2 ام عشان ما اسمعش الان دي. اسمها ايه؟ سم تايمز. وعندي كلمه اسمها يوجوالي. اسمها يا جماعه يوجوال. وعندي الكلمه الاخيره اولويز. اسمها يا جماعه بقى اولويز. طب انا عايزهم يترنوا في ودانك عشان انا مش مهم عندي ان انت تعرف معناهم، مش هيسالك في الامتحان معناهم. مع ان افري يعني كل يوم، اوفن يعني غالبا، sometimes احيانا، usually دايما، لا عاده، always دايما. مش مهم عندي الترجمه، انا يهمني لما تلمح واحده من دول يبقى احنا في زمن ايه. طيب احنا هنقولهم تاني وتردد ورايا عشان يرنوا في ودانك. انا مش عايز ان يوم ما يرنوا تبقى عارف ايه ده، انا شفت ده قبل كده فين. طيب اقرا معايا. every often sometimes usually always. ده مين ده؟ ده مين؟ هنكتب ايه هنا؟ برضه اهو. يعني انا بخليك ما تزهقش، اللي خدت قبل كده بحط لك الاثنين قصاد بعض اهو. يعني خلي بالله عليك عينيك هنا على طول. كلمات الداله بتاعت الماضي. ماضي يبقى يسترداي. يعني ايه يسترداي؟ يعني ايه يسترداي؟ امبارح. يبقى انا ما اشوف كلمه يسترداي يبقى انا في زمن ماضي. عندي كلمه اسمها اجو. اجو يعني ايه بالعربي؟ يعني ايه بالعربي؟ منذ ساعه، منذ ثانيه، يعني حاجه فين؟ في الماضي. عندي كلمتين على وزن واحد، لاست واختها باست. الاثنين معناهم ايه؟ ما هو باست باست. الاثنين معناهم الماضي. وفي كلمه اخيره اسمها وانس. اسمها يا جماعه وانس. يعني ايه يا مستر؟ يعني عندما، او كان يا مكان. يعني كان يا مكان، يعني واحد يحكي حدوته. دي ما حد يحكي حدوته باللغه الانجليزيه اول كلمه بيقولها وانس اوبن ا تايم. يعني كان يا مكان، يبقى يحكي حاجه حصلت فين؟ في الماضي. طيب انا هقول ال10 تاني مع بعض عشان نبدا بقى في التكوين، والتكوين هو اللي بيجيب الاجابه. ركز بقى معايا. اقرا معايا. every often sometimes usually always yesterday ago last past once. واي سنه ماضيه. يعني ممكن ما يجيلكش كلمه ده اللي يقول لك في 2006 احنا سافرنا الجيزه. ايه ده حصل في 2006. مفيش كلمه داله اهو، بس طالما في زمن ماضي يبقى احنا في زمن، طالما في سنه ماضيه يبقى احنا في زمن ماضي. طب لو قال لك 2012 ماضي. طب لو قال لك 2020. طب لو قال لك 2025 مستقبل. واحنا الحمد لله لحد دلوقتي ما عندناش زمن ايه؟ المستقبل. على فكره زمن المستقبل عبيط جدا. عارف بيتكون، يا رب كان يرجع اساسا، بيتكون من ويل زائد بتحط الفعل في المصدر وراه بس. هو ده زمن المستقبل. ويل يعني ايه بالعربي؟ ها؟ يعني اي ويل جو تو سكول. هو كان زمن المستقبل. هو كان كده، كان اعيا الواحد في الازمنه، كان سهل جدا، كان موجود عندنا في الازمنه بس اتشال. ويل جو. ويل ايت يعني ايه؟ اي ويل ايت. هيك. اي ويل سليب هنام. فبيقول لك زمن المستقبل لازم كلمه ويل. انا بقول لك دي ليه؟ لان انا هستعملها كمان شويه. اصلا مش انت قلت مش جاي؟ لا انا هستعملها في حاجه صغيره كده اوري لك ايه هي ايه في الاخر. خش بقى على ده اللي بيجيب الاجابه. هو ده بيجيب ايه؟ ده بيجيب لي ايه؟ ده لازمته ايه؟ يعرفك انت في زمن ايه. ما انت اصلا لازم تعرف احنا في زمن ايه. ولو ما مشيتش بالطريقه اللي انا بقول لك الاول دور على الكلمه الداله هتروح في داهيه. يعني انت كل ما تلاقي مثلا واحد مفرد هتختار مش عارف ايه، واحد جمع. لا يا بابا، حدد زمن الجمله الاول. خش على التكوين. احنا قلنا ان الفعل، يا رب يترد عليها برضه، الفعل اللي كام شكل؟ 4. اخره اس، اخره اي دي، اخره اي ان جي، او مش اخره فعل فيل. زمن المضارع البسيط واخد شكلين، وزمن الماضي هو المفروض واخد شكل بس هو شكلين برضه. بس بص معايا. زمن المضارع البسيط الفعل في زمن المضارع البسيط والفعل في زمن الماضي البسيط. قال لك الفعل في زمن المضارع البسيط ليه شكلين بيتحدد على حسب. لو الفاعل في الجمله مفرد محدش يجاوب. لو الفاعل في الجمله مفرد بختار اللي اخره ايه. ادينا خدنا حته الاس اهي. طب لو الفاعل في الجمله ايه؟ جمع
بختار الفعل بدون اي اضافات اللي بنسميه الفعل في الايه؟ اللي هو بدون اضافه. مش فاهم حاجه، هفهمك دلوقتي ما تقلقش. الاول مفرد زي ايه؟ زي هي او شي، هي او شي او ات او اي اسم مفرد. الجمع زي زي او وي او يو او اي، تعامل معامله ايه؟ الجمع. طب انا مش فاهم يا مستر، تعالى على السؤال الاولاني. علي نقط هيز انكل افري داي، اول خطوه اعملها ايه في امتحان الجامعه عشان انا هخش في رهبه؟ اول خطوه اعمل ايه؟ بص قبل النقط، والله لو مشيت بالثلاثه دول هتوصل وهتحل الازمنه كلها وتصف اي اسئله تانية تيجي. ده لو ما جاليش قطعه، لو جالي قطعه والله العظيم هتبقى حاجه حلوه، بس خلينا دلوقتي زي السنه اللي فاتت ما جاش قطعه. بص قبل الايه؟ النقط. في حاجه، هي ايه الحاجه اللي بدور عليها قبل النقط؟ البلطجيه. مين هم البلطجيه؟ دو، داز او ديد او ويل. لو كان واحد منهم جه ما كنتش هدور على كل ده، كنت اختار فعل في المصدر. في حاجه منهم قبل النقط؟ لا. يبقى بص على الخطوه الثانيه، حدد زمن ايه بقى؟ خلاص نتعامل عادي. علي نقط هيز انكل افري داي. في كلمه ده اللي انا قريتها افري يا مستر، اهي افري. يبقى انا فين؟ اخش على مين؟ قال لك التكوين. بتدور على الفاعل. الفاعل فين في الجمله؟ اول الجمله. مين الفاعل؟ علي. ده ايه؟ قال لك يا عيني في زمن المضارع البسيط، ده زمن الايه؟ الشحاتين، سميه زمن الغلابه. انا بحب اسمي اسامي بلدي زي بلطجيه والحاجات دي، لان انت كطالب يا عيني الحاجات دي هي اللي بتثبت في دماغك اصلا. انت يعني مش هتمشي بالايه؟ يلا يا بابا اوكسيلري فيرب ده افعال مساعده بيجي ورا الفعل في المصدر، والله ما تفتكر حاجه. اقسم بالله هتخش الجامعه ما تفتكر اي حاجه، مع ان المفروض ده الصح، المفروض اشرح لك كده وطز بقى فاهم مش فاهم مش ما يفرقش. لا يا سيدي احنا هننزل تحت شويه. دول اسمهم افعال ايه؟ بلطجيه. وبص يا سيدي ده زمن الشحاتين. المضارع البسيط ناس بسيطه اهو، مضارع ايه؟ بسيط. بيقول لك لو جالك شحات لوحده اديله حاجه. اديله ايه؟ اس. ما بقولكش اديله حاجتين، يعني لو كانوا حاجتين كانوا اي دي، لو كانوا ثلاث حاجات كانوا اي ان جي. انا بقول لك اديله ايه؟ حاجه. الحاجه الواحده هتكون حرف الايه؟ الاس. طب لو جالك شويه شحاتين والنبي يا عم اديني، لا معيش، هديهم الفعل بدون اي ايه؟ اللي هو الفعل فيل. افتكر دي وخليها في دماغك. مضارع بسيط الناس البسيطه الشحاتين. طب تعالى هنا، احنا في المضارع البسيط قال لك الفعل مين ده؟ اديه حاجه؟ حرام اديه. اديله حرف الايه؟ فين حرف الاس؟ فين هو حرف الاس؟ اهو. علي بيزور عمه كل يوم. زمن المضارع البسيط اصلا هو زمن العاده. اي جمله بتكون في المضارع البسيط اعرف ان في حد بيعمل عاده 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 عاده، والحقيقه بتبقى عاده والمواعيد بتبقى عاده. فدايما بقعد اقول لك ده، بس فكك من ده مش هيسالك في الامتحان. طب ايه حته الجمع ده يا مستر؟ 3 4 يقول لك they always not tennis in the club. ناس مثلا رايقه وتحب تلعب تنس، فدايما بيحبوا يلعبوا تنس في النادي. يقول لك هتختار كلمه بلاي ولا بلايز ولا بلايد؟ استنى، بص قبل الايه الاول؟ قبل النقط. في حاجه؟ لا. يبقى اول حاجه بقى خش على الخطوه اللي بعدها، حدد زمن الجمله. في كلمه ده اللي انا قريتها، فين الكلمه الداله؟ always. انا في زمن المضارع البسيط ولا الماضي البسيط؟ المضارع البسيط. ناس البسيطه دول. دور على الفاعل. مين الفاعل؟ زي. يعني زي بالعربي هم جمع ولا مفرد؟ اديهم حاجه؟ لا، اديهم الفعل بدون اي اضافات. يبقى بيقول لك هنا بختار الفعل في المصدر. فين الفعل في المصدر؟ بلاي. هو ده زمن المضارع البسيط وده تكوينه. وبيقول لك خلي بالك الاي واليو تعمل معامله ايه؟ اشمعنى اخترت الاثنين دول مثلا؟ ما انا عارفهم. لا، في ناس مش عارفه ان الاي انا تعامل معامله المفرد. لا، الاي واليو تعامل معامله المفرد في زمن مين؟ عشان اهو مثال تاني عشان ما اقعدش اتكلم كده عمياني. 5 بيقول لك اي sometimes نقط تي at breakfast. واحد كده برضو مزاجه رايق بيقول لك انا دايما او مش دايما احيانا بحب اشرب شاي على الفطار. بيقول لك كلمه درينك يعني درينك، ويعني ايه كلمه درينكس؟ يشرب. ويعني ايه كلمه درينكينج؟ يشرب برضه. برافو، قلتها المره اللي فاتت انا صح؟ مفيش فرق في المعنى في الجمل كلها. الفرق بيبقى ان ده في زمن وده في زمن وده في زمن. الثلاثه يعني يزور. عارف ان ده ظاهر فاهم، بس برضه هنقول يزور. نفس القصه يطبع، يزور، يلعب، يشرب، الثلاثه. بس الفرق ان كل واحده في زمن. اعمل ايه بقى؟ I sometimes نقط تي at breakfast. في كلمه ده اللي قريتها sometimes بتاعت مين؟
الاي اللي هي دي مش بتعامل معامله الجمع؟ بنديه حاجه؟ لا، بنديه الفعل بدون اي ايه اضافات. انهي واحده بقى؟ برينج. اقسم بالله ما في حاجه تانية في التكوين بتاع زمن المضارع البسيط. في مشكله؟ ده اللي احنا قلناه. تعال ناخد اللي قصاده هنا، اللي قصاده اللي جديد على الناس هنا. ده زمن مين؟ اكيد بقى يا مستر مع المفرد مع جمع. يا بابا كل زمن وله طريقته، ما تدخلش الدنيا في بعض. زمن المضارع البسيط لازم تدور على الفعل اذا كان ايه او ايه. انما هنا عندي في زمن الماضي البسيط قال لك الماضي البسيط يا بابا ولا حاجه اسمها جمع ولا حاجه اسمها مفرد، انت بتختار اي حاجه اخرها ايه؟ اي دي. اي حاجه اخرها ايه؟ اي دي. قال لك عندي في زمن المضارع الماضي البسيط عندك عايز تحول الجمله من المضارع للماضي حط له اي دي. يعني كلمه اوبن يفتح الباب، عايز اقول ده فتح الباب اوبند. كوك يعني ايه؟ يطبخ، عايز اقول طبخ كوكت. طيب عندي كلمه اسمها نوك ذا دور، يعني نوك بيخبط على الباب، عايز اقول ده خبط خلاص على الباب حط له ايه؟ يبقى اما تحب تختار، ما انا حاطط لك اهو في اي دي هنا اهو، في اي دي، في اي دي برضه، ده ماضي. اي حاجه اخرها اي دي ده ايه؟ ده ماضي. طب ومع المفرد ولا مع الجمع يا مستر؟ لا يا بابا مع اي حاجه. المفرد والجمع مع مين بس؟ مع المضارع البسيط. انما في زمن الماضي ما فيش حاجه اسمها مفرد وايه؟ اختار الاجابه على طول. عشان كده انا بقول لك في الامتحان هقرا الجمله دي الاول وتقول لي فين الكلمه الداله الاول. يعني انا المفروض قرناهم مرتين تفتكر مين اللي هترن في ودانك. علي نوت هيز انكل لاست داي. كلمه لاست زمن المضارع البسيط ولا الماضي البسيط؟ ايوه. الطالب بقى في الامتحان هيقول لك مع المفرد اختار الاخر اس، مع المفرد اختار الاخر اس. كده احنا هنعبط بقى. طب ما انت هتلاقي كل الجمل اللي هناخدها كلها بادئه بمفرد عادي جدا. ممكن تكون مفرد بس في زمن مين؟ مين؟ مضارع مستمر او ماضي مستمر. ايه ده عادي جدا يعني. انت الاول حدد لي مين يا بابا؟ زمن الجمله. الجمله في زمن ايه قلت لي؟ عشان خاطر كلمه اختار اللي اخره بس. فين اللي اخره؟ اي دي. اخر واحده اي دي. يعني ايه فيزيت زار؟ طب ايه الفرق بين الجمله الاولى والجمله؟ ليه يا مستر برضو اخترت هنا اس وليه يا مستر اخترت هنا الاي دي؟ ما عشان انت مش مركز. اخترت اللي فوق الاخيره اس لان احنا في زمن مضارع، وفي المضارع مع المفرد بختار اللي اخره اس. اخترنا دي ليه؟ لان احنا في زمن ماضي، وزمن الماضي مش مع المفرد بقى بختار على طول اللي اخره ايه؟ اي دي. ايه الفرق بين الجملتين في المعنى بقى؟ علي بيزور عمه كل يوم، انما هنا علي زار عمه الليله اللي فاتت. شفت الفرق في المعنى كمان؟ ده مضارع وده ماضي. طب تعالى هنا. طالبه السنه اللي فاتت مش ناسي اسمها، ولا بلاش اقول الاسم عشان احنا بنصور ممكن تتفرج علينا والله. السنه اللي فاتت بقى ايامك معاها سنتين والسنتين سقطت فيهم. يعني المفروض ان انا بقى بحبطك، بس بلاش، انا مش بحبطك والله، انا بس بقول لك مثال. انا اسف ان قلت سنتين دي بس يلا طلعت. بص يا سيدي، اول سنه هي نجحت في كل حاجه وشالت ماده مين؟ رياضه. مش عشان هي ما بتعرفش تحل، ده ممتازه، ده فوق الممتازه، ده احسن واحده اديتها اصلا في حياتي انجليزي، بس ما دخلتش برضه جامعه. ازاي؟ اول يوم، مش اول يوم، اول معادله يوم امتحان الرياضه نامت فما راحتش الامتحان، فراحت بعد الامتحان بساعه وساعتين، فالجامعه ما عندهاش يوم يرحميني، فهي شالت الايه؟ المعادله كده كده. فهي وناجحه انجليزي وناجحه، ولو كانت دخلت رياضه كانت هتنجح. عملت معادله تاني مره بقى، هي من كتر ما هي بقى محبطه ولا اي حاجه ما بتذاكرش، هي بتعمل معادله تقضيه واجب اللي هي ايه؟ انا مش طايقه نفسي فانا بعمل معادله وخلاص، وانا اللي غصبت على تعالي واعملوا معايا. قلت لي لا خلاص، مع ان اقسم بالله اصحابها الفشله اللي هم مش فشله، مستواهم ضعيف شويه دخلوا وهي ما دخلتش، فجت تعمل معادله تاني مره، فما بتذاكرش، ما بتذاكرش، هي مش شغاله على ايه؟ على اللي ايه؟ على اللي فاكره وخلاص. جت في امتحان بتقول لي ايه؟ مستر طبعا احنا بنبص على الامتحان حلت ولا ما حلتش وبتاع، والطالب عدى النص والكلام العبيط اللي انا بقعد اعمله ده، وانا مش هعمله السنه دي، انا مش هصحح السنه دي، انا هعمل حركه حلوه. مش الامتحان جالي مثلا، الامتحان جالي هحله وانزله على الجروب، انت بقى شوف انت عملت ايه، شوف انت بقى نقصت كام درجه، عملت ايه، عشان ما تجيش تقول لي اصل ده ايه وده ايه وده ايه، مش هيتوجع دماغي. فانت عندك دي كلمه ده اللي ايه؟ شوف عملت ايه؟ ايه دي؟ بتاعت زمن مين؟ اي حاجه اخرها فاختار كلمه برنتد. طبعا خدت صفر، طبعا خدت صفر. صفر ليه يا مستر؟ عشان ما بصيتش قبل الايه. هو ده مش عاجبك؟ مش قلنا ان دو وداز وديد وويل دايما بيجي ورا الفعل في فانت خلي عينيك في وسط راسك. اقسم بالله تقول لي انت عمال طول المعادله بتشرح لي ده ماضي بسيط، اختار اللي اي حاجه اخرها ايه؟ ايه دي. فهو طب ده مش عاجبك؟ هو مش ده دايما بيجي ورا الفعل في الايه؟ يعني لو جالي دول انسى اي حجه في الازمنه. لو جالك دول انسى اي حاجه في الازمنه.
طيب هو دايما زمن الماضي البسيط يا مستر، انت عامل لي سهمين. اكتر زمن بياخد نصيب الاسد في الاسئله، يعني ايه نصيب الاسد؟ يعني وسط 38 جمله اللي جم السنه اللي فاتت كتير جدا جدا كانوا مين؟ كانوا قليل قوي ماضي مستمر مثلا. ماضي مستمر كان قليل جدا، لا مش ماضي مستمر، مضارع مستمر كان قليل جدا جدا والله. اكتر واحد كده ليه؟ ده الزمن الوحيد اللي تقدر الجامعه توقع بيه الطلبه، توقع بيه الطلبه في المعادله. ماله يعني؟ ما انا شايفه سهل، اي حاجه اخرها مع مفرد وجمع. في مشكله؟ ده في مشكله، بس المشكله في دي. قال لك ان الفعل في زمن الماضي مش شرط يكون اخره اي دي، ممكن يكون فعل من ضمن الافعال الشاذه. افعال ايه بقى؟ الشاذه. هم مين؟ انا لو سبوره جبت لي مليون سبوره مش عارف اكتب الافعال الشاذه كتير جدا. فبص يا سيدي هدي لك مثال، بس كلمات انت عارفها برضو. ايه دي؟ يعني ايه جو؟ طب يعني ايه اللي جايه دي؟ درينك. يعني ايه؟ يشرب. يعني ايه برضو دي؟ سويم يسبح. طب يعني ايه ايت؟ عايز الماضي. حاضر، الماضي من جو جود، حط له ايه مثلا؟ من درينك درينكد، من سويم سويمد، من ايت ايدد. غلط. امال الماضي عامل ازاي بقى؟ قال لك الماضي من جو وينت. جو يعني ايه بالعربي؟ الماضي منه ذهب اللي هي وينت. درينك يعني ايه بالعربي؟ عايز اقول شرب بقى درانك. ايه يعني يا مستر؟ بتحول الاي ليو؟ لا والنبي مش هينفع، مفيش حاجه اسمها بتحول دي، ده بتتحفظ ملهاش طريقه. افعال حتى اسمها افعال غير منتظمه. مش كان عندك في ابتدائي او اعدادي مدرس انجليزي يقول لك افعال منتظمه وغير منتظمه؟ دي الغير منتظمه اللي هي الافعال الايه؟ الشاذه. يعني ايه غير منتظمه؟ يعني ملهاش نظام ماشيين عليه، هي بتتحفظ. عندي كلمه سويم. يعني ايه سويم؟ يعوم او يسبح. عايز اقول عام بقى سوام. ايت ياكل. الماضي من ايت ايه؟ حد عارف يفرحني؟ حد كده يفرحني. اسمها ايه؟ ايت. ايه ده يا مستر؟ طب انا لو ضامن ان دول يجوا كنت هحفظهم لك وخلاص واريحك. بس انت طبعا دلوقتي مصدوم لان انت بتقول لي نفسك وانا اعرف منين بقى الفعل في زمن الماضي. يعني ايه؟ يعني لو جالي السؤال ده، بص السؤال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ساره نقط نيو ستوري لاست نايت. السؤال ده يا جماعه جه في 2020. السؤال ده والله في 2020. يجي لك يقول لك هتختار رايت ولا رايتس ولا رايتنج ولا روت ولا ويل رايت. ويل رايت. يديك اختيار كمان عشان انت ممكن ما تفهمش ده اللي ورا. هيشوف لما اكتب تحت هنا، خليني هنا. بص هنا بقى اكمل. ده 6 افعال الشاذه كارثه. ليه انت بتقول ان بيجي اكتر اسئله من الماضي البسيط؟ لان ده الزمن الوحيد اللي بيحدد الطالب ده فاهم ولا مش فاهم. ثانيه واحده. وفين؟ بصوا بقى معايا، يعني ايه الطالب فاهم مش فاهم؟ بصوا يا جماعه، هم بصراحه هم عندهم حق، بيبقوا عارفين ان معظم الطلبه اللي جايه تعمل معادله طلبه حافظه مش ايه؟ بصراحه ما فيش غلط فيكم ولا حاجه، بتبقى عارفه ان الطالب جاي حافظ مش فاهم. وبقى بصراحه مش عيب فيكم اكتر، بيبقى العيب في اللي بيديك. ليه؟ لان اللي بيشرح لك بيعرفك دايما ان بيريح دماغه. يعني الزمن الماضي البسيط اي حاجه اخرها ايه؟ ما بيتكلمش عن مين. اصل انا مش هقدر اوصلها لك عشان ايه؟ يعني مثلا انت هو مبلم مش عارف هتعمل ايه، والسؤال ده برضه هتبلم. يعني مثلا ده 6 ده 7، يقول لك ماي فازر نقط نيو كار يسترداي. فهي الجامعه عايزه الاسئله اللي بتوقع. هي لو عايزه الاسئله اللي سهله خلاص الدنيا سهله. يقول لك لا انا عايز اسئله بتوقع. يعني ايه كلمه باي دي؟ خدتوها في ثانوي تجاري يا جماعه. باي دي والله خدتوها في ثانوي تجاري. اسمها ايه؟ يشتري. صح. بص بقى يا سيدي، السؤال اللي هو رقم 6 عايز كل الناس تكون شايفاه. بصوا كده على السؤال رقم 6 وبعدين هنحل ده، ولو انت ما فهمتش ده هيتعمل لك كمان مثال. an hour ago I not in the pool. يقول لك السويم. هتفهم باذن الله الاول نص نص ده شويه، وان شاء الله ده هيفتح لك الدنيا، لان هحل لك مشكله السؤال المزال. بس معلش انا مش هحله لك
هي لما انا قلت كلمه ويل، حد فاكر كنت قلت انهي زمن؟ ويل يعني ايه بالعربي؟ سوف. انهي زمن؟ مستقبل، اللي مش عندنا. طيب بص بقى يا سيدي، فهمت ده؟ يبقى خلاص خلصنا. ايه؟ انت لسه عندك تكوين ايه؟ سؤال مزيل. لا انت كده خلصت اهم حاجه عندي في الازمنه. اللي جاي دوت ما تقلقش سهل، بس انت ناقصك ده. بس قبل ما ابدا بقى في حته الافعال الشاذه، احنا عندنا كام زمن خدناها النهارده؟ وانا مش هعملها تاني، هو كل محاضره بزمنها. عندنا كام زمن النهارده؟ زمنين. زمن مين بالعربي؟ ومين؟ زمن المضارع البسيط. قال لك الكلمات الداله بتاعته اهو، والكلمات الداله بتاعت الماضي اهو. قال لك تكوين زمن المضارع البسيط بيتكون من حاجتين، يا اما اللي اخره يا اما فعل في اللي اخره اس مع مين؟ مع المفرد. طب والفعل في المصدر مع مين؟ مع الجمع. زمن الماضي البسيط اي حاجه اخرها ما عدا الافعال الشاذه. تعالى السؤال رقم 6. ساره نقط الاول، بص قبل النقط ما تنساش. ساره نقط نيو ستوري لاست نايت. قبل النقط في حاجه، في ساره بلطجيه. مين هم البلطجيه؟ دو داز والديد والويل. طب ساره مش منهم، خلاص يبقى حدد زمن ايه؟ تعالى بقى، ساره نقط نيو ستوري لاست نايت. ايه الكلمه اللي انا قريتها؟ بتاعت انهي زمن لاست؟ افتكر مين؟ بتاع الماضي البسيط. يبقى انا ده في حاجه اخيره ايه دي؟ حلو قوي. يبقى انت قدام الافعال الشاذه، اكيد قدام الافعال الايه؟ الشاذه. طبعا الاقي واحد في الامتحان هيتراخم وهيضيع الدنيا وهيودي نفسه في داهيه، يقول لك ساره مفرد اختار اللي اخره اس، علي مفرد اختار اللي اخره اس. مش كده يا جماعه. حدد زمن الجمله الاول. في حاجه اخيره ايه دي؟ يبقى ما يفرقش معاها ساره ومش ساره، انا عايز الماضي. واحده من دول معناها كتبه، محدش يتكلم او محدش يجاوب لو انت عارف. واحده منهم معناها كتبه. ساره كتبت قصه جديده امبارح. واحده كاتبه يعني بتكتب قصص، فساره كتبت قصه جديده امبارح او الليله اللي فاتت. واحده منهم ماضي. بص يا سيدي، يا تحفظ جدول الافعال الشاذه كلهم تعرف الماضي من ايه هو ايه، الماضي من ايه هو ايه، ومفيش حل بصراحه. يا اما طريقه اسمها طريقه احذف. طريقه اسمها طريقه ايه؟ احذف. هسالكوا سؤال، احنا خدنا الماضي البسيط قبل كده ولا دي اول مره؟ طيب ركز بقى معايا. انا عايز اجيب الماضي، بس المشكله ان الماضي هيكون افعال ايه؟ هو لو كان اخره ايه دي على طول في ثانيه. يعني ايه ده؟ علي نقط هيز انكل لاست داي، لاست ماضي في ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص اخترته. انما هنا مفيش اي دي. قال لك بقى في طريقه اسمها طريقه تحذف، تقدر تحل لك 99% من الاسئله لو جات لك ماضي بسيط. ازاي؟ كان زمان يا جماعه كان في برنامج كده كنا بنتفرج عليه زمان بتاع جورج قداحي بتاع من سيربح المليون. كان يجي الاستاذ جورج قداحي كده لما يجي يسال المتسابق هتجاوب ايه؟ فيكون شاكك. خلاص احذف لك اجابتين واسيب لك اجابتين. احنا عندنا كام اجابه؟ ده 1 2 3 4 5، وده اللي بيحصل في المعادله. كام اختيار؟ هنشيل كام ان شاء الله؟ هنبقي واحده. انت مش عارف هي ايه ولا انا، هي الاجابه. بس هنحذف ايه؟ هنحذف اللي انت متاكد انه يتحذف، ان هو مش معانا اصلا، مش فاهم حاجه. مش هتفهم الا 30% هنا هنعليها، وهنا هتفهم قوي. وبعد كده نبص في الملزمه ونرجع تاني هنا. بص يا سيدي، هو احنا مش في الماضي؟ حلو قوي. بذمتك ينفع ده؟ لا. ليه لا؟ عشان الاس دي بتاعت مين؟ خلاص اطلع بره. مش ده الفعل في المصدر؟ مش ده اللي بدون اي اضافات؟ ينفع اختاره؟ لا. ده برضو بتاع مين؟ المضارع. يبقى انا شلت الاثنين دول ليه؟ عشان هما بتوع المضارع. طيب اقسم بالله ويمين احاسب عليه، مفيش فعل في زمن الماضي اخره اي ان جي. مفيش فعل في زمن الماضي اخره ايه؟ اي ان جي. يعني متاكد؟ طبعا. بس انا قلت لكم مش عايز الطلبه اللي تبقى معايا بالذات تبقى حافظه مش فاهمه. يعني ايه اي ان جي؟ هفهمك. هو يعني ايه ايت ويعني ايه ايتنج؟ صح، الاثنين ياكل. بس ايه الفرق بين الاثنين؟ الحاله ده ايتنج يعني لسه مستمر في الاكل، لسه بياكل. بلاينج يعني ايه؟ بيلعب دلوقتي. يعني ايه ستادينج؟ بيذاكر دلوقتي. يعني ايه سليبنج؟ بينام دلوقتي. فاما تلاقي الفعل اخره ايه؟ ده بتاع المستمر، المضارع المستمر او الماضي المستمر. فانا ليه بقول لك بشيل الاي ان جي؟ تمام. بقى عندنا 2. بقى لك ده انا حتى اشكر يا سيدي ان انا بدل ما كان قدامك كام اختيار هيبقى قدامك كام؟ مثلا 2 بس. يلا هنشيل كمان واحد كمان. بقى لك 2 روت وويل رايت. مين اللي ينفع اشيله؟ ويل رايت. ويل يعني ايه؟ ويل سوف، ده مستقبل. احنا مش في المستقبل اصلا، يبقى دي بره. باقي واحده بقى روت. عارف الروت يعني ايه بقى؟ كتب. بقول لك ان ساره كتبت قصه جديده امبارح بالليل. طب تعالى، انا فهمت 30%. تعالى هنا
عايز ايه يا مستر؟ عايز اجيب الماضي. القط الماضي في ثانيه. بص يا سيدي، اول حاجه حدد زمن الجمله اهو. ماي فازر نقط نيو كار يسترداي. فين الكلمه الداله؟ يسترداي. يبقى انا فين؟ اي حاجه اخرها مفيش. يبقى انت قدام الافعال الشاذه. دول افعال شاذه. طب نعمل ايه بقى يا مستر بقى؟ مش قادرين نوصل للماضي، هنحذف. نحذف ايه؟ ايدي راحت على مين الاول؟ ليه؟ اسهل واحد. اطلع بره. وده ايه؟ اس عشان بتاع المضارع، وده الفعل في الماضي. شلنا الاثنين دول ليه؟ عشان دول بتوع المضارع. شلنا ده ليه؟ عشان ده بتاع المستمر. وويل بتاع المستقبل. باقي واحد بوت. بوت يعني ايه؟ اشترى. والدي اشترى عربيه جديده امبارح. هن ان اور اجو اي نوت ان ذا بول. في كلمه ده اللي انا قريتها اجو بتاعت مين؟ التكوين. اي حاجه اخرها فين؟ يبقى ده افعال شاذ. تعالى بص يا سيدي، ده الفعل في نسبه 99% الفعل في المصدر بيتحط في الاول. فعل في المصدر ويصرفوا لك بقى. ده ويل ايه؟ ويل سويم ينفع؟ لا. عشان ده المستقبل. ده ينفع؟ لا. ده ينفع؟ لا. خلاص يا سويم اهو. يبقى انت بتتعامل، انت قدامك حلين، يا تحفظ جدول الافعال الشاذه كلها يا تطبق الطريقه دي. طب انا هعمل مثال وهسال طالب. ادي 9 يقول لك هنا شريف نقط زي تيك شاور. نقول شاور 2 hours ago. يقول لك هتختار تيك، تيكس، توك، تيكينج، ويل تيك. انا هفاجئ واحد دلوقتي هسأله السؤال اجابته ايه؟ السؤال اجابته ايه؟ انا مش دعوه، انا عارف. التالتة؟ لا استنى. انا يا جماعه انا بكلم حد. هي قالت لي التالتة. طيب اللي موافق على الاجابه الاولى يرفع لي ايديه. ماشي. اللي موافق على ما تديني فرصتي. اللي موافق على الاجابه الثانيه يرفع لي ايديه. اللي موافق على الاجابه الرابعه يرفع لي ايديه. اللي موافق على الاجابه الاخيره يرفع لي ايديه. انت موافق على دي؟ اللي موافق على الاجابه الثالثه يرفع لي ايديه. الثالثه؟ طيب دي لا ليه؟ ليه برضو؟ عشان المصدر ده بتاع المضارع. طب دي لا ليه؟ ليه برضو؟ عشان هي برضو في المضارع. دي لا ليه؟ اي ان جي بتاع المستمر. دي لا ليه؟ خلاص يبقى هي دي. توك يعني اخذ. بقول لك شريف اخذ الشاور بتاعه منذ ساعتين. يبقى انت هتحفظ الجدول كله يا الطريقه دي. خلاص لا خليني في الطريقه دي. لا هتحفظ الجدول وهتسمعوا له المره اللي جايه. فين الجدول؟ بص في ملزمتك. ولو بني ادم جالي المره اللي جايه مش حافظ الجدول مش هيحضر وهيمشي. اصلا المره الجايه امتحان. اصبروا بس، اصبروا. انهي؟ تعالي في سؤال هنشوفه بالملزمه. بص في الايه دي ملزمه زياده صح؟ طب بصي معاها. ماشي. بصي في السؤال رقم كام؟ تعال ناخد الملزمه من فوق. يلا فوق بقى مكتوب كل حاجه. طبعا هدربك على تكوين السؤال سهل جدا، والسؤال المذل هيطول معانا شويه. احنا بقينا بالظبط قد ايه يا مستر؟ قول 10 دقايق وربع ساعه. بص يا سيدي السؤال فوق خالص اهو مكتوب لك واحد اهو. لاست داي شي نقط باي سيندنج مي فاكس. فين الكلمه الداله؟ ركزي هنا عشان هيجيلك في السؤال انت مش فهمتوش. لاست داي شي نقط باي سيندنج فاكس. حلو قوي. في كلمه داله قريتها؟ لاست فوق. طيب لاست كلمه داله زمن مين؟ اي حاجه اخرها في. خلاص يشد خط بس. ايه ده؟ طب ما هو سهل اهو يا بابا. ما ممكن يجي لك ده ايدي وممكن يجي لك افعال الشاذ. جالك ايدي اهو. بقول لك ان الليله اللي فاتت هي ردت. ريبلايد يعني ردت علينا عن طريق ان هي بعتت لنا فاكس. سؤال رقم 2. حدش يقول لي تاني حاجه في الورقه بتاعت كل واحد في ورقته. يسترداي هاله
طبعا تيجي تبص تقول هاله مفرد، اختار اللي اخره اس فتروح في داهيه. الاول حدد زمن الجمله. فين الكلمه الداله؟ يسترداي. يسترداي بتاع زمن مين؟ اي حاجه اخرها في حاجه اخرها ايه دي في الاختيارات؟ اجريد. يعني امبارح هاله وافقت ان هي تجوين، هي تنضم لاور تيم، نيو تيم، فريقنا الجديد في الكومباني يعني الشركه. تعالى تحت الجدول، تحت الجدول في سؤال اهو، بص عليه يلا. بيقول لك نوت يو كام تو مي يسترداي. لا 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 لسه ما شرحتش تكوين السؤال، مش عايز الخبطك، مش عايز الخبطك. تعال السؤال اللي تحتيه عشان الناس اللي تايهه، ما بحبش التوهان. انا هنا عندي ديد، احنا فين؟ هنا. ده عشان لسه ما دربتكش عليه، يلا هقوله له بس تعالى الاول نحل ده. ديد زي نقط ذا موفي لاست نايت. فين الكلمه الداله عاملها بالاحمر؟ لاست. فين الكلمه الداله؟ لاست. زمن مين؟ ماضي. اي حاجه اخرها ايه؟ اي دي غلط. ليه غلط؟ عشان قبل النقط في بلطجي مرقد لك. مين هو؟ ديد. ياتي بعده دايما فعل في المصدر. يا بعد ما تتعب كل التعب ده في المعادله يجي سؤال زي ده تاخد عليه صفر عشان ما بصيتش قبل النقط. يعني كل اللي انا بشرحه بيروح في الزباله. لو لقيت دو وداز وديد ويل اختار فعل في الايه؟ في المصدر. طيب تعالى بقى سؤال من ضمن الاسئله بتاعت السؤال مش السؤال المزايل، الافعال الشاذه اللي هو ايه؟ يا جماعه بصوا معايا تحت مكتوب 1 و2 وبعدين 1 و2. شفتوا؟ اصل 1 و2 الاولانيين دول بتاع السؤال المزايل، ومن اول 1 لحد 33 ده على الزمن اللي هنقوله النهارده بقى. المهم عايز مني ايه يا مستر؟ انا هحل 2 و3 اللي مكتوبين تحت خالص، وبعد كده تبصوا لي على السبوره. يلا زميلكم اللي معايا، يلا يا حنين. سؤال رقم 2 بص كويس. بيقول لك يو نقط يور كيز يسترداي. فين الكلمه الداله؟ حلو. زمن مين؟ اي حاجه اخرها او افعال في حاجه اخرها اي دي؟ لا. يبقى ده افعال ايه؟ يا تكون حافظه الماضي مره واحده ونجيب من الناهيه ونجيب من الاخر، يا طريقه اسمها طريقه تحذف. تعال نبص واحده واحده. زمن الماضي بيكون يا اما اخره اي دي يا افعال ايه؟ شباب زمن الماضي بيكون اخره اي دي يا اما افعال ايه؟ طب الاولاني ده الفعل في المصدر، ينفع اختاره في الماضي؟ لا. طب ما تقولي لنفسك بقى، مش فاهمه ليه؟ ماشي. لوزنج تنفع عشان اخرها ايه؟ الاخيره تنفع عشان اخرها ايه؟ يبقى اللي انا مش عارفها هي الاجابه. ما هو انت اتاكدت ان انت اصل انا بعمل ايه؟ انا بضحك على نفسي ولا على غيري؟ لا، ولا على نفسي ولا غيري. انا مش قادر اوصل للكلمه الصح مره واحده عشان انا مش حافظ. فانا متاكد ان دي ما تنفعش، لا، ومتاكد ان دي ما تنفعش، متاكد مش عارف ايه. فانا بوصل للكلمه اللي انا مش عارفها، هي دي الاجابه. لان انا مش حافظ الايه؟ الجدول. بس غصب عن اي حد هيجي حافظ الجدول المره الجايه. هسالك المره الجايه اقول لك يعني ايه ايت؟ بص فوق. ايت يعني ايه؟ الماضي من ايت؟ ايت. يعني ايه يفعل؟ يعني ايه يفعل؟ ما يترد عليا عشان ما دو او ايه او داز. الماضي منه ديد. طب والتصريف الثالث يا مستر اللي مكتوب؟ ماليش دعوه بالتصريف الثالث، ما حدش يحفظ لي صف التصريف الثالث نهائي. الفعل في المصدر والتصريف الثاني. طب يعني ايه ينسى؟ فورجيت. طب يعني ايه نسي؟ فورجوت. هنزل لك جدول، مش جدول، ريكورد بصوتي عشان اعرفك. مش هتعرف تحفظ الا لما تعرف تقول، وانت مش عارف تقول. هنزل لك جدول فيه حوالي 6 دقائق الجدول كله، وعشان ما يبقاش وحش يا سيدي مش كله، اول واحد في جدولين. اول واحد انت تحفظ لي الفعل في المصدر والماضي بتاعه، وهنا فعل في المصدر والماضي بتاعه. التصريف الثالث مش عايزه. ليه يا مستر؟ التصريف الثالث ده ايه؟ ده يا بابا بتاع زمن اسمه المضارع التام، الماضي التام، وما عندناش. يبقى انا هسمع التصريف الاول اللي هو الفعل في المصدر يعني، والتصريف الثاني. السؤال الاخير تحت بص عليه. Last day my grandfather نقط a new bike for me. ها الاجابه انهي واحده؟ بي صح. عايز الناس تبص في الجدول فوق في العمود الاسود، بس التاني ده. بص على صباعي التاني. زميلتكم قالت كلمه لوست في السؤال رقم 2 صح؟ بص يا بابا على كلمه يخسر، الكلمه اللي قبل الاخيره تحت. يخسر يعني لوز، الماضي منه لوست. ما انت لو حفظت هتجيب كده في ثانيه. طب يشتري فوقيها، يشتري يعني ايه؟ الماضي منه بوت، اللي جاوبته زميلكم في السؤال رقم 3 تحت بوت. ما انت لو حافظ الجدول هتريحني وهتريح نفسك. طيب سيب اللي في ايديك وبص لي باقي بالظبط اهوت 10 دقايق بقى. بص هنا، بص معايا، ارفع وشك بس وبص لي. تكوين السؤال، هو انا عايزك تتدرب على تكوين سؤال بايه؟ بهل.
يعني ايه يا مستر تكون سؤال بقال؟ يعني بابا بيجي لك سؤال، بص هنا يقول لك نقط نقط نقط، سمير تيك his medicine always. يقول لك هتختار do او does او did او will. تكون سؤال يجي لك يقول لك هنا بقى، يقول لك not you come to party yesterday. يعني ايه كلمة بارتي؟ بارتي يعني ايه؟ يا جماعة اقسم بالله انتوا بتحسسوني ان انا اقسم بالله هتشل لما حاجات تافهة زي دي مش عارفين معناها. والله العظيم. ماشي. ربنا يجيب فيه الخير بإذن الله. بصوا بقى. نقط سمير take his medicine always. في كلمة دالة. not you come to party yesterday. في كلمة دالة. بس هنا بقى مش طالب منك تكوين، هو عايز منك سؤال. بيقول لك عشان تعمل سؤال بهل في اللغة الإنجليزية أنت بتسأل بإيه؟ بالبلطجية. مين هم البلطجية؟ do وداز وديد ويل. احنا ما عندناش ويل خالص. احنا معانا ويل ده بتاع المستقبل. فاحنا عندنا do وداز وديد. الثلاثة معناهم ايه بالعربي؟ بيقول لك بتاع المضارع البسيط بيبقى اتنين، يا اما do يا اما داز. يا اما do يا اما ايه؟ داز. قال لك يا بابا دو بتيجي مع مين؟ مع الجمع، وداز بتيجي مع مين؟ مع المفرد. ودايما اتعودنا ان الاي واليو تعامل معامله ايه برضو؟ الجمع. الاثنين معناهم ايه يا شباب ويا بنات؟ هل. طيب انا عايز اسال سؤال في الماضي، ها ايه يا مستر؟ كلمه واحده بس، ديد. ديد يعني ايه؟ هل. تيجي مع، انت لو تلاحظ ان الماضي البسيط ملوش دعوه مفرد وجمع خالص. زي ما الماضي البسيط التكوين اخره ايه؟ مع المفرد ولا الجمع؟ مع اي حاجه. طيب ديد صح مع المفرد ولا الجمع؟ اي حاجه. انما المضارع لازم حته مفرد ولازم جمع. لازم في السؤال برضو مفرد ولازم جمع. فبيقول لك في هل في المضارع مفرد مع مين؟ وجمع. طب وهل في الماضي؟ سهله. تعالى نقط سمير تيك هيز ميديسين اولويز. فين الكلمه الداله؟ يبقى انا هركز مع دو داز. مع ايه وايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انا عايزك تتدرب في الامتحان على كده. انت عندك 5 اختيارات، اول ما تحدد زمن الجمله هتحدد في 2، قدامك كلمتين بس تختارهم، مش تقعد تبص لي على ال5 تودي نفسك في داهيه. انا عندي هنا اولويز، يبقى دو ايه؟ ينفع اركز مع ديد ويل؟ لا خالص. اعمل ايه بقى؟ ما اقول كده. اولا انت عارف ان دو مع مين؟ وداز مع مين؟ مين ده؟ مفرد. اختار ايه بقى؟ اختار دو؟ لا داز. داز اللي بتيجي مع ايه؟ مع المفرد. داز سمير. يعني ايه داز في الاول؟ بقول لك هل سمير بياخد الدواء بتاعه دايما؟ تعبان ومريض، فهل هو او سمير بياخد الدواء بتاعه؟ مش ملاحظ حاجه ان داز جاي وراه الفعل في الايه؟ مش احنا قلناه؟ يعني لو كان ضحك عليك وقال لك انا جبت انا داز، زي ايه؟ انا كنت عامل سؤال هنا، جبت انا ديد، دايما هيجي وراه الفعل في الايه؟ في المصدر. تعالى في السؤال اللي بعديه اللي هو هنا تحت، بقول لك نوت يو كام تو بارتي يسترداي. في كلمه ده اللي انا قريتها. مين اللي بيتسال في الماضي بس؟ ديد. يبقى هنا كلمه ديد. اختار كلمه ديد. ديد يو كام؟ هل انت جيت الحفله امبارح؟ عشان كده ده امبارح، ده ماضي. الاربعه ترجمتهم ايه يا اساتذه؟ هل. الاربعه ترجمتهم ايه؟ هل. بس دي بتيجي في المضارع، ده بيجي في الماضي، وده بيجي في المستقبل وما عندناش. يبقى احنا خدنا كده دلوقتي تكوين ايه؟ السؤال. خدنا الكلمات الايه الاول؟ ايه؟ الفعل. وخدنا تكوين السؤال. ايه ده بقى؟ السؤال المزيل. انا هضطر احتاج مكان اخد اللي هناك ده. انت هنا بتهيألي مش عايز حاجه، بس اللي عايز يصور ماشي يصور، بس بسرعه والنبي. خلاص انا همسح. بصوا بقى، النهارده بتاخدوا زمانين. بصوا بقى، السؤال المزيل بقى خلص في دقيقتين مشينا، خلص في 5 مشينا، خلص في ساعة مشينا، انت على حسب. فركز بقى معايا. السؤال المزيل ده يا جماعة ما كانش بيجي اصلا عندنا في منهج الانجليزي قبل سنتين.
قبل سنه يعني 2022 تقريبا قبل 2022 مفيش حاجه كان اسمها سؤال مزيل في منهج انجليزي اصلا. فهم بيحاولوا يزودوا حاجات وحاجات، عشان كده انا بقول لك يوم ما يحصل تغيير في منهج انجليزي هيزود، يعني اللي بنقوله ده جاي هيزود. اصلا المنهج اصلا صغير، تيجي تقلل منه ازاي وهو قد كده؟ مش هيقلل، هو هيزود. ممكن الحاجه اللي ممكن تحصل في تغيير مناهج ممكن في المواد الثانيه، ممكن زي ماده الجغرافيا تقيله جدا، تقيله مش عشان خاطر ان هي صعبه، تقيله عشان مليانه معلومات. انما عندك ماده زي ماده مثلا مين؟ الرياضه، سامع تغيير فيها، مش عايز افتي، مش عايز انا ابوظ الدنيا، خليك زي ما انت بقى وخلاص. المهم عندنا في الانجليزي اللي هي مادتي، انا بقول لك يوم ما يحصل حاجه هيزود. اصل انا عارف نفسي المنهج صغير، هتشيل ايه تاني؟ بص هنا بقى السؤال المزايد زي ما انت شايف، جمله ويجي لك اخرها ايه؟ سؤال. ايا كان السؤال اللي هكتبه ايه هنا دايما بيكون معناه بالعربي اليس ايه يا اساتذه كذلك. يعني ايه يا مستر؟ يعني الاستاذ اللي حاطط الامتحان او الاساتذه اللي بيحطوا الامتحان خدي بيبقى عايزك تعمل سؤال مزايد في كل زمن يا مستر. ليه سؤال مزايد؟ بس لو فهمت السؤال المزايد النهارده مش هقدر اشرحه المره الجايه ولا اللي بعدها خلاص. ليه؟ ما انت بتقول كل زمن له سؤال مزايد، ما هو اصلا زمن المضارع البسيط هو نفس تكوين السؤال بتاع المضارع المستمر، بتاع الماضي البسيط، بتاع الماضي المستمر. فلو فهمت النهارده يبقى اصلا كل اللي جاي سهل. بص يا سيدي، سؤال مزايد يعني ايه يا مستر؟ يعني واحد بيقول الجمله وبيقول اليس كذلك في الاخر. يعني ايه برضه؟ انا قلت مثال قبل كده باين تقريبا، مثلا واحد صاحبه واقفين على النص في الشارع وشافوا بنت ماشيه كده حلوه، فبيقول له بص كده البنت دي جميله جدا، كلامي صح ولا لا؟ فكلامي صح ولا لا معناه ايه بالعربي؟ اليس كذلك. انا بفهمك بالعربي بس مع ان ما يشغلكش، انا يهمني بيتكون ازاي بالانجليزي، بيتعمل ازاي. المهم نعمل لك بس كم مثال، نصعب وبعدين نسهل، لا نسهل وبعدين نصعب العكس. ولكن مثلا شي او نقول زي aren't ready، ندى isn't here. يجي لك يقول لك مثلا she sleeps early. يا رب حد ياخد باله انا شادد خط تحت ايه. ما انا عارف، خد بالك بقى. بيقول لك مثلا اسلام بليد تنس. يقول لك مثلا ايه؟ he sleeps early. كتبنا ندى قبل كده. احمد and منى weren't here. برضه نعمل نفس الجمله. بص بقى، لو فهمت السبع جمل خلصت. ركز بقى معايا. تكوين السؤال المزيل. السؤال المزيل هقول لك تكوينه هنا وبعدين نبقى نروح هناك بقى نحل نشوف هنفهم ولا لا. بقول لك يا سيدي عشان تكون سؤال مزيل في اللغه الانجليزيه انت بتلاقي جمله اهي، جمله اللي هي دي، وتلاقي هنا سؤال او علامه استفهام. بقول لك في السؤال احنا بنكونه، سؤال مزيل بنكونه من كام كلمه؟ كام كلمه؟ كلمتين. بس انت طبعا عامل دايره كبيره قوي كده ليه؟ بص وركز معايا بقى. السؤال المزيل بيتكون من كلمتين. اول حاجه الجمله دي اللي بتساعدك، انت اصلا مش هتقدر تحل سؤال مزيل من غير الجمله دي، الجمله دي اللي بتساعدك. قالك في السؤال المزيل الاول انت بتدور على حاجه اسمها الفيرب تو بي. اسمها ايه يا جماعه؟ الفيرب تو بي. الفيرب تو بي ده خدته ايام ما كنت في ابتدائي واعدادي، كانوا بيدرسوا عليك يقول لك الفيرب تو بي يعني فعل يكون. الفيرب تو بي هم 5، انت عارف ان هم 3 عشان انت خدتهم مره فاتت 3. النهارده هيكونوا كام؟ فيها هتزود كل مره يا مستر؟ لا يا بابا، الفيرب تو بي هم 5 بس. الام مين؟ بي يعني ايه بالعربي؟ يكون. والخمسه مين بقى؟ انا هقول لك كلمه وهتجيب لي الباقي انا عارف. يلا، مين دي؟ ومين؟ واز وار ووز يبقى مين الجديد النهارده؟ يلا بضمهم على بعض ما تفرقهمش عن بعض الخمسه دول. مين الفيرب تو بي؟ 5. الام والاز والار والووز والوير بتدور عليهم جوه الجمله الاول. طيب وبعد كده يا مستر بتتكتب في اول حاجه، يعني هنا بنكتب الفيرب تو بي هنا
بنكتب الفيرب تو بي. يعني مين الفيرب تو بي هنا؟ از. برافو عليك. مين الفيرب تو بي هنا؟ ارنت. جات لي ارنت. ايه الفرق بين ارنت وار؟ يعني ده منفي. فين الفيرب تو بي هنا؟ فين الفيرب تو بي هنا؟ ويرنت اهي. ويرنت منفي. ما هو الفيرب تو بي ممكن يجي از، يجي ازنت، يجي ار ارنت، ووز ووزنت، وير ويرنت. فانت لقيت الفيرب تو بي. طيب مش ملاحظ ان في جمل ما فيهاش؟ في جمل ما فيهاش. ها بقول لك لو ما لقيتش انت يا استاذ، وبلاش انا اسبق، خلينا الاول في الفيرب تو بي. خلينا بعد كده قال لك بتعمل ايه؟ قال لك بتجيب يا بابا الفاعل. الفاعل اللي هو جوه ايه؟ وتوديه. بس شارط عليك ان الفاعل ده لازم يكون ايه؟ ضمير. مين هم الضمير بقى في اللغه الانجليزيه؟ الاي والهي والشي والات والزي والوي واليو. يعني ايه اي؟ يعني ايه هي؟ شي. ات هو وهي الغير العاقل. يعني ايه زي؟ هكتبها لان دي مهمه. ويعني ايه وي؟ نحن. يعني لو قلت اشيل مين؟ احط مين؟ شي. اشيل مين؟ احط مين؟ هي. طب لو احمد ومنى حط زي. يعني ايه زي؟ هما. انت بتقول يا مستر انا بدربك هتشيل ايه وتحط ضميره بس الاول مبدئيا. واحده اسمها اسماء، عايز اقول بدل اسماء راحت اسماء جت، اقول هي راحت. هي يعني ايه؟ شي. طب احمد راح احمد جه، اقول هو هي. طب احمد واسماء هما يعني ايه؟ زي. طب لو انا واحمد واسماء، لا احنا بقى، لان انا معاهم. احنا اصحابي رايحين وانا رايح معاهم، يبقى احنا. انما لو اصحابي بس اللي رايحين هما. ماشي. عايز ايه بقى؟ تعال نطبق بقى. افهم كويس اللي هعمله دلوقتي. قال لك انت في السؤال المزال بتجيب ايه هنا الاول؟ الفيرب تو بي. فين الفيرب تو بي؟ از يروح يبقى ازنت. ايه اللي انت عملته ده يا مستر؟ يا نهار اسود. الناس الاول مره. يعني ايه تروح ازنت؟ قال لك يا بابا في الفيرب تو بي لو لقيت الكلمه مثبته وديها عكسها، وديها منفيه. ولو لقيتها منفيه وديها مثبته. يعني ايه تاني يا مستر؟ يعني يا بابا لو لقيت مكتوب لك في الجمله از تروح تبقى ازنت، والعكس. ولو لقيتها ارنت، والعكس. لو لقيتها ووز ووزنت، وبرضه العكس. واخر حاجه لو لقيتها وير تروح ويرنت، وبرضه العكس. ما ينفعش تودي الفيرب تو بي شكله اكس. تاني بقى، فين الفيرب تو بي؟ راح بقى بعد كده الخطوه الثانيه مين؟ لا بالازرق فاعل. الفاعل يا اسامي بني ادمين يا ضماير. انا لقيته ايه؟ ضمير. ودي ضمير، ما تلعبش. ودي ضمير لان كده كده لازم يروح ايه؟ ضمير. فانا بكتب كلمه هي ازنت هي كده معناها اليس ايه؟ ما فهمتش يا مستر. تاني زي ويرنت ريدي او ارنت ريدي. في كلمه ده اللي قريتها ارنت اهي، او اداها تبقى ايه؟ ار. اوعى تنسى قال لك ارنت تروح تبقى ار. طيب فين الفاعل؟ يروح يبقى زي عشان هو ضمير. كده مفهومه السهله. طب نصعب بقى، كل سؤال درجه صعوبه. ندى ازنت هير. فين الفيرب تو بي؟ ماشي الحمد لله. طب ازنت هتبقى از. مين الفاعل؟ ندى. غير مسموح في السؤال المزايل يتكتب اسامي، بيتكتب ضماير. حط ضمير ندى شي، يبقى ندى ازنت هير از شي. هو بيجي لك السؤال كده ولا في اختيارات؟ في اختيارات اسهل. بس انا عايزك السؤال الوحيد اللي تحله من غير اختيارات هو السؤال المزايل. ليه؟ وتشت عندك في الرياضه يا جماعه بيجي لك يقول لك ايه؟ حل الناتج لو طلع في الاله في الاختيارات حل اختار على طول. يجي يقول لك مثلا بص اللي بعد يساوي، حوله من سالب لموجب والحاجات دي كلها. احنا بنعمل ايه في هنا في السؤال المزايل؟ بنحل قبل ما نبص على الاختيارات. حلك طلع صح وموجود في الاختيارات يبقى انت صح. طب تعالى هنا وهضربك دلوقتي على الاختيارات. اختيارات اسهل. يقول لك ايه بقى؟ طبعا كله مبلم، مش عايز اي حد يتكلم ويركز معايا عشان في ناس فاهمه ايه اللي حصل وفي ناس لا. الاول حاجه هنكتب هنا كلمه بلايد عشان يبقى كلامي صح. اشد لك خط تحت حاجه. يا رب يا لهوي، انا ده سهل نحله.
يا رب حد يكون فاهم انا شديت خط تحت ده ليه. المضارع ده الماضي. تمام. بص يا سيدي، انت في الاول بتدور على الفيرب تو بي. مين هم الفيرب تو بي؟ الام والاز والار والووز والويل. في حاجه منهم موجوده؟ يبقى ما ينفعش احنا نجيب الفيرب تو بي. انا امتى بجيب الفيرب تو بي؟ انا جبت لي از عشان هي موجوده، جبت لي ار عشان هي موجوده، جبت لي از عشان هي موجوده. طب ها، ما ينفعش انت تجيب الفيرب تو بي. بقول لك يا بابا بديل الفيرب تو بي مين بقى؟ قال لك نرجع لقديمه. تكوين ايه؟ تكوين ايه؟ نجيب البلطجيه بقى. مين هم البلطجيه؟ دو او داز او ديد. حد عارف ليه انا شديت خط كده؟ عشان دو داز بتوع المضارع وديد بتاعت الماضي. ايه ده بقى؟ يبقى انت عايز تقول لي ان انا النهارده هحدد برضو زمن السؤال المزيل؟ ده لو ما لقيتش الفيرب تو بي. وعلى فكره سهل جدا. تيجي تقول لي ازاي سهل يا مستر؟ ده ما فيش كلمه داله. يخرب بيتك. الفعل لما يكون اخره حرف الايه ده بتاع انهي زمن؟ مضارع. يبقى انا هحدد زمن الجمله بشكل الفعل. فعل شكله ايه يبقى زمن ايه. ما هو اصلا كان قبل كده بيجيب لك يقول لك هات الفعل، هو جابه. انت بقى بص شكله عامل ازاي. اخره ايه؟ اخره ايه؟ ده ايه؟ مضارع. وده ايه؟ ماضي. شكل الفعل بس. طيب قال لك هنا بقى يعني ما ينفعش يا مصر. هسالك بقى سؤال تاني. هنا الفيرب تو يعني ما فيش ام ولا از ولا ار ولا ووز ولا وير. مين دول الفيرب تو؟ ما ينفعش انت بقى تجيبهم. اجيب بديلهم. مين بديلهم؟ دو او داز او ديد. انا هجيب مين؟ اولا اخره اس، يعني ده زمن انهي زمن؟ مضارع بسيط. ده في الماضي. اطلع بره يا بابا. باقي اتنين. دو داز. دو بتيجي مع الجمع وداز بتيجي مع المفرد. اخد دو ولا داز؟ انا هاخد دو ولا داز عشان شي هي مفرد. خلاص يبقى داز. يا عيني يا غلبان، والله انتوا غلابه. بعد ما تتعب التعب ده كله وانت شاطر عارف ان مفيش فيرب تو بي، فمش هتجيب الفيرب تو بي. رحت جايب بديله مين؟ دو او داز او ديد. رحت جايب مين؟ وشاطر جدا جبت داز عشان خاطر ان شي هي مفرد. نسيت توديها منفيه. نسيت ايه؟ توديها منفيه. يعني بعد التعب ده كله برضو لازم تودي منفي. اول حاجه بتتكتب في السؤال المزيل تبقى عكس اللي كان في الجمله دايما. داز تروح تبقى داز؟ لا، تبقى دازنت. طب وشي؟ شي عادي، ما هي ضمير عادي جدا. طب تعالى هنا نصعب بقى. اسلام بلاي تنس، في فيرب تو بي؟ رد عليا قول لي ولا لا. في فيرب تو بي؟ لا. اجيب بديله مين؟ دو او داز او ديد. الفعل ده اخره يبقى مين الوحيد؟ ديد. فانا بخط صغير كده. وينفع اكتب بخط صغير؟ ما انت الورقه هتمشي بقى من اللجنه يا بابا، عادي اعمل اللي انت عايزه، بس خلي بالك بخط صغير عشان ما يقولش انت بتغش. انا بعمل هو انت بتكتب ليه؟ عشان عارفك انت لو ما كتبتهاش قدامك مش هتعرف تتصرف. اكتبها بخط صغير. مين دي بقى؟ ديد. كده انت جاهز. ديد تروح تبقى ايه؟ تنفع تروح ديد؟ غلط، تروح تبقى ديدنت. طب وعندي واحد اسمه اسلام، يروح يبقى اسلام يبقى ضميره. ضمير ايه؟ هي اسلام مين هي؟ تعال على ده. هي سليبس ايرلي، هو بينام بدري، اليس كذلك؟ اعمل ايه؟ عايز اليس كذلك. في فيرب تو بي؟ حلو. اجيب ايه بقى؟ دو او داز او ديد. انا هجيب داز عشان حاجتين، عشان الجمله في المضارع وعشان هي مفرد. مين اللي بيجي مع المفرد بقى؟ داز. يروح يبقى دازنت. شوف برضو بيقولوا داز اسمها ايه؟ دازنت. وهي ضمير يروح هي عادي. تعالى هنا. احمد اند منى ويرنت هير، في فيرب تو بي؟ لا تلقى. امال ده ايه؟ موجود. يروح يبقى وير. مين الفاعل؟ يا نهار ابيض، اتنين احمد ومنى. عايز كلمه تاخدهم كلهم. ازاي؟ يبقى وير زي. بس ده السؤال المزيل. تعال نطبقه في امثله كتير بس باختيارات شبه الامتحان بالظبط. هات لي الصفحه الاولى برضو انت كنت فيها. الصفحه الاولى بيقول لك ايه؟ بيقول لك مكتوب لك سؤال رقم 1 و2 تحت. 1 و2 تحت. بصوا كده عشان اسال ناس، انا خلاص خلصت. بيقول لك مكتوب لك 1 و2 تحت اللي هي بادئه بكلمه جون يا جماعه. النبي تكونوا فايقين معايا. 1 و2 اللي بادئه بكلمه ايه؟ جون. حد مش عارف احنا فين؟ لو مش عارف ايه انده لي وانا اقول لك احنا فين. اهي احنا فين يا شباب؟ في حد مش عارف احنا فين؟ طيب لا ركز معايا عشان اوريك السؤال الامتحان بيجي بالظبط ازاي.
خلاص. جون سكور ده جول. جون ده لاعب كرة قدم جاب جون، فبقول لك سكور ده جول يعني احرز هدف. عايز اليس كذلك بقى اللي هو سؤال ايه؟ مزين. حلو قوي. اول حاجه بتبص على الفيرب تو بي. في فيرب تو بي؟ مين هم الفيرب تو بي؟ الام والاز والار والووز والايه. مفيش، يبقى تجيب بديلهم مين؟ دو وداز وديد. حدد زمن الجمله اللي انت هتستخدمها. فين في حاجه اخرها اس؟ في حاجه اخرها اي دي؟ يبقى ده ماضي. مين اللي اخره اي دي؟ الماضي. بسال بايه بقى؟ بدو داز ولا بديد؟ ديد تروح تبقى اهدى على نفسك بقى. كم اختيار؟ شوف بقول لك اهدى ليه؟ عشان انت هنا في الاختيارات الموضوع سهل. كم واحده بادئه بديدنت؟ هي واحده. انهي واحده؟ didn't هي. عارف هي جت منين بقى؟ عشان جون، فانت مش محتاج تقعد تقول جت منين ومش جت. هو كم اختيار؟ هو ديد واحده. طب ليه الاولانيه لا؟ عشان داز. عشان انت داز ما راحتش. مش كلمه داز، انت جايب داز ليه؟ داز دي في المضارع اساسا. طب والثانيه لا ليه؟ دازنت جون عشان حاجتين غلط. اولا دازنت غلط، وكده كده ما ينفعش نكتب في السؤال المزايا الاسامي. كاتب جون ليه؟ طب الاخير غلط ليه؟ دازنت جون. ما نفس المشكله، ده متكرر، هي نفس القصه. 2. تعالى على 2. وبعد كده انا هسال طب وليه؟ نبدا بين ده. يلا سؤال رقم 2. زير دوكس. دوكس يعني ايه؟ كلاب. جمع ولا مفرد؟ جمع. بقول لك زير دوجز باركد اول نايت. الكلاب عماله باركد، عماله تهوهو اول نايت يعني طول الليل. اول حاجه في فيرب تو بي. مين هم الفيرب تو بي؟ ام والاز والار والوز والوير. في منهم حاجه؟ لا. هجيب بديلهم مين؟ هجيب دو ولا داز ولا ديد؟ صح. عارف ليه؟ عشان باركد اخرها اي دي، يبقى احنا في زمن الماضي. دي تروح تبقى اهدوا كلكم بقى. في كام اختيار بادئ بكلمه ديدنت؟ 2. ديدنت زي وديدنت دوكس. مين الصح؟ عشان ايوه ديدنت زي من غير ما افكر، عشان ما ينفعش في السؤال المزايل يتكتب حاجه الا ضماير اسامي غلط. اقلب الورقه. انت مش هتحل يا مستر بالترتيب؟ لا مش هحل بالترتيب. عايز ايه؟ 33 سؤال. ال 33 سؤال دول على كل حاجه انا قلتها. انت وحظك بقى يجي لك سؤال مزيل، يجي لك تكون جمله، تكون سؤال، انت وحظك. هسال كده 5 كده كتير يعني عشوائي، وبعد كده خلاص. يلا السؤال الاولاني بتاعك اللي هيكون رقم 8. هقرا وتحلي. ماي سيستر 8. انا مش بالترتيب عشان ما حدش يقول انا فين. انا مش ماشي بالترتيب. ماي سيستر ديد نوت هير روم ان اور اجو. في كلمه ده اللي انا قريتها. اجو. اختار انهي بقى؟ محدش يتكلم يا جماعه. كلين ولا كلينز ولا كليننج ولا كلين؟ قولي لي الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ ايه؟ خلاص يا جماعه. الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ عشان اخره اي دي. هنروح في ده في الامتحان. ليه؟ الاول احنا بنبص بصه قبل الايه؟ قبل النقط. بص قبل النقط في بلطجي. طالما في بلطجي بختار الفعل في الايه على طول. فين البلطجي؟ ديد. ياتي بعده الفعل في يعني اول ما المح قبل النقط حاجه من دول ما تفكريش. الفعل في المصدر. انهي واحده؟ اول واحده. السؤال رقم 13. بطلوا رغي شويه. يلا خلاص يا شباب. 13. لاست ويك. اول واحده صح. لاست ويك سمير نقط هيز ورك اون تايم. فين الكلمه الداله؟ بتاعت انهي زمن؟ اي حاجه اخرها؟ في حاجه اخرها ايه دي؟ خلاص. ايه ده؟ طب ما يا رب يجي كده. انت وحظك بقى. انت وحظك. نيجي نخش على 15. يلا 15. In 2006 they know this house. فين الكلمه الداله؟ فين الكلمه هاوس؟ كلمه داله؟ مفيش كلمه داله. زي كلمه داله؟ ده انا لو سبتكم بقى كله كلمه داله. مفيش اي كلمه داله، بس في سنه ماضيه يبقى ده ماضي. اي حاجه اخرها اي دي او افعال. انهي واحده الصح؟ باي ولا بوت ولا بايز ولا باينج؟ استنى. طب الاولى لا ليه؟ عشان الفعل فيل. والثالثه لا ليه؟ عشان اخرها حرف الاس. طب والاخيره لا ليه؟ عشان اخرها ايه؟ اي ان جي. بوت يعني ايه؟ اشترى. يلا
لا يلا. السؤال رقم كام؟ 22. He didn't take out the right pen. عايز ايه؟ سؤال مزيل. 22 يا جماعه، 22 سؤال مزيل. اول حاجه بتدوري على الفيرب تو بي، فين الفيرب تو بي؟ هو بيسالك في انهي سؤال؟ بيسالك في انهي سؤال؟ طب ما احنا لسه اهو. 22 اجابه رقم كام؟ اول واحده. تمام. اول حاجه 22 بيقول لك هي didn't او هنا didn't take out the right pen. فين الفيرب تو بي؟ مفيش. اجيب انا بديله، يخرب بيتك ما هو جايب بديله اصلا. مين بديله؟ didn't. هتروح تبقى did. عندي كام واحده did يا شباب؟ 2 ازاي؟ انا مش احول اكيد. هي واحده. هي واحده الاولى. الثانيه doesn't، الثالثه didn't ودي didn't، يبقى انا عايز did. في كام واحده did؟ واحده. طب وشي اللي جنبها جت منين؟ عشان هنا. سؤال رقم اخر سؤال، السؤال رقم 25. ذا رانرز يعني الجرايين، الناس اللي بتجري في السباق كده بنسميه رانر يعني جراي، بس جاي جمع. ذا رانرز ويرنت تايرد، في فيرب تو بي لساني قاله ويرنت، يروح يبقى من غير ما ترجم، من غير ما اشرح، من غير ما انيل. في كام وير؟ 2. عندي الاولى والثانيه، صح ولا انا غلطان؟ وير زي ولا وير ذا رانرز؟ ليه؟ عشان مش مسموح يتكتب في السؤال المزال اسامي، بيبقى ضماير بس كده. الزمانين كلهم. سؤال فين؟ 23. مش فاهم سؤال 23. حل 23. لا حليه. مجلس دي تبقى بنات. ما تستنوا يا شباب يا جماعه معايا. استنى انا ما بحبش وانا شغال حد يتكلم. زميلكم في السؤال رقم 23 واخر حاجه، الباقي هتحلوا له وانا هشوف المره الجايه. هاجي ابص اول حاجه المره الجايه على كل الاسئله دي كلها. السؤال رقم 23 بتقولي لي ذا جيرلز didn't copy ذا اكزام، مش عارفه تحلها ازاي. عشان دي هي رقم دي هتتحول لدي. هي دي انت هتتحول لدي. تمام. كم واحده ديد؟ 2. 2 ديد جيرلز وديد زي. ليه بقى دي زي بقى؟ هي تبقى دي زي بس ليه زي؟ مش انت عرفت ان ديد زي عشان مش مسموح انك تبقى لا ضماير. زي جت عشان جيرلز بنات. ايوه خلاص. بصوا بقى يا جماعه، هتمتحن امتحان اونلاين على الماضي البسيط بس. المره اللي فاتت جبت 9 من 10. حلو 9 من 10 حلو. على الماضي البسيط بس. ليه ما تحط لي الاثنين مع بعض؟ لا ليه؟ انا كل زمن بعمل له امتحان اونلاين لوحده لحد ما اخلص الكام زمن ان شاء الله. بعد ما اخلص الاربعه اقوم جاي عامل لك امتحان على الاربع ازمنه مع بعض. انهي 2 اللي جاي؟ مش عارف. هبعت لنا على امتحان. ممكن ممكن لا. ممكن ممكن لا.